الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده ان شاء الله يعجبكم، اللي هو طريقه عمل الزبادي. عشان ايه؟ رمضان داخل وللسحور في رمضان. شايفين كويس بعد ما استوى، يعني بعد ما جوز خالص اهو، ناعم وطري خالص اهوت اهو. ده بعد ما خلص اهوت ناعم خالص اهو، شايفين اهو، ولا مجبن ولا حاجه، ناعم خالص وطعمه لذيذ وطعمه في منتهى الجمال. جربوه بالطريقه دي وهيتعملوه بسهوله يعني، وهيعجبكم الطريقه دي ان شاء الله. اهي شايفين ناعم ازاي اهو. طريقة سهلة خالص وبسيطة خالص اهو. معاكي بقى كمية اللبن اللي انت هتعمليها دول 2.5 لبن، عليهم 2 خميرة اللي بتجيبها بتشتريها زبداية بلدية بقى من برا اهيت. 2 زبداية بلدية بتربيهم كده عشان تفكهم من بعض خالص، خلوهم يفكوا خالص عشان ما يقطعوش منك اللبن. معايا 2.5 لبن زي ما قلت لكم، وهنحمله ببرايق اهو. شايفين قوامه بقى عامل ازاي بعد ما ضربتيه ببعضيه؟ واللبن تدفيه زي دمعة العين، عشان لو زاد منك في السخونية هيقطع منك ويجبن منك ميبقاش حلو. بعد ما ضربت الزبادي كده اهو، بتحط شوية لبن عليهم عشان ايه؟ ينزلوا منك بسهولة في اللبن اهو. تحطي كمان اهو، تبقى في قعر البولة اللي انا ضربت فيها دوت فيه لسه زبادي يعني. بتحطي كده وتدوبي الزبادي اللي فيها وتنزليه في اللبن تاني. اهم حاجة في الزبادي اول ما تدفي اللبن اول مرة، زي فترة العين بالظبط، زي نقطة العين بالظبط، دموع العين، ما يسخنش منك. دافي دافي بس، ما يسخنش منك. وتحطيه بقى وتضربي الزبادي الخميرة دي. تشتري 2 كل كيلو عليه واحدة الزبادي من بره، وتضربيها جامد عشان ما تسيبهاش فيها تقطيع، عشان ما تقطعش منك اللبن. وتحطيها بقى ايه في الحاجات اللي انت هتعمليها فيها، يعني برايم بولات زي ما انت عندك الحاجة المتوفرة عندك يعني، وزي ما انت ايه حابة اعملي اهو كده. بعد ما جهزته خالص اهوت، هتكوني بقى قاتحة الفرن على اخره، على اخره، وتيجي مطفيه وتيجي مدخله الزبادي. هطلع قدامك زي ما انت شايفه كده. ما تحطيش الزبادي في الفرن وهو والع، تقدحيه على اخره خالص، على اخر درجه حراره فيه، وتيجي مطفيه وتمدخله الزبادي اهو. شايفين جميل ازاي قدامكم اهوت؟ وطعمه وريحه وقوامه في منتهى الجمال زي ما شفتوه كده في الاول. بتقطع بالمعلقه كده، وناعم خالص، لا مجبن ولا مقطع ولا حاجه. واعملوه عشان رمضان داخل، عشان في السحور بيبقى حلو وصحي في السحور يعني، وبريح المعدة في الصيام. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا حبايبي لحد دلوقتي، اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا تعليق حلو زيكم. انا زي ما قلت لكم قبل كده، فيديوهات ناقصة تعليقات كتيرة وتفاصيل كتيرة، مبلحقش اقولها لكم في الفيديو الواحد، عشان انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو يعني اهو. شايفين ناعم خالص، وتقطع بالمعلقة كمان اهوت، ولا مجبن ولا مفتل ولا حاجة. واعملوه رمضان يبقى مريح للمعدة في السحور يعني وكده وسحروا بيه ان شاء الله. الطريقة دي تعجبكم، وسهلة خالص وبسيطة خالص. واهم حاجة في الزبادي السخونية بتاعته في اول ما تعمليه، يا دوبك زي دمعة العين بالظبط. ولما تحطيه في الفرن تقدحي الفرن، خليه يتقدح على اخره خالص، وتطفي الفرن تيجي مدخله الزبادي ساعة و2 هتلاقيه ماسك معاك اهو. وتدخليه في الفرن على طول بعد ما تجهزيه على طول. السلام عليكم.